حاجة، طبخنا ايه النهاردة؟ الشيبسي. الواحد راجع من الشغل تعبان، يا رب راح الاقي الحاجة طبخنا أكلة حلوة كده ترم العظم. يا رب تخيب ظني المرة دي وادخل عليها الاقيها عاملة أكل كويس. يا مساء الفل يا حاجة. يا اهلا وسهلا يا حاج. ايه يا ترى يا حاجة طبخنا ايه النهاردة؟ اسكت يا حاج، مش انا رحت السوق النهارده ولقيت الطماطم ب15 جنيه وكلها مفعصه كده ومش حلوه، فجبت كيس صلصه وخلاص. ها وايه تاني؟ اسكت يا حاج، انا رحت اجيب البطاطس الكيلو ب20 جنيه، وعايزه اقول لك بطاطس ما تتاكلش يا حاج، قمت سبتها وجبت كيس شيبسي. كيس شيبسي؟ كيس شيبسي يا ولية؟ انا عارف ان على ايدك انتي هتجيبي لي جلطة. ها كملي. قمت رحت يا حاج عند بتاع الفراخ وسألته على الفراخ علشان بقالنا كتير ما كلناهاش، قلنا نجيب لنا فرخة ترم عظمنا، وسألته على كيلو الفراخ قال لي ب120 جنيه. وما اقولكش هو قال لي الكيلو ب120 جنيه وانا اتصدمت. قمت واخده بعض ورايحه على السوبر ماركت، جبت 2 مكعب مرق الدجاج. ايه ده يا حسنية؟ يعني انت دلوقتي هتطبخي الشيبسي بالصلصة بمرقة الدجاج؟ اسكت يا حاج، هو انا ما قلتلكش؟ اخلصي يلا يا حسنية قوليلي وخلصيني. انا جهزت الحله يا اخويا وخدت بعضه دخلت على المطبخ علشان اطبخ، ولقيت الانبوبه خلصت. رحت واخده الانبوبه وطالعه على مستودع الانابيب، لقيت الراجل بيقول الانبوبه ب250 جنيه. قلت والله ما انا